بيوم صلح الحديبية كانوا مجتمعين كفار قريش بيمثلهم سهيل ابن عمرو، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة اجتمعوا لكتابة عقد صلح الحديبية. فأثناء كتابة العقد كانت بعض الشروط للصلح شوي قاسية وصعبة على نفوس الصحابة الكرام، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل بكتير شروط لأنه كانت غايته أسمى، ألا وهي أنه نشر الدعوة الإسلامية عن طريق الاستقرار والحياة السلمية البعيدة عن الحرب والخسائر المادية والبشرية. بده كان بس استقرار. المهم أحد الشروط يلي أصر عليها سهيل ابن عمرو ألا وهي أنه أي شخص بيدخل الإسلام، رجل أو امرأة من قريش، بيلجأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده ويرجعه لقريش. وإذا شخص ارتد عن دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورجع لقريش، قريش ما بتسلمه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان موجود هذا الشرط، ومع هيك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرار كان قاسي على نفوس المسلمين، مع أنه عندهم قدرة أنه يدخلوا مكة ويعملوا يلي بدهم إياه. وحتى سيدنا عمر بن الخطاب قال له وقتها لسيدنا أبو بكر، يعني عم يستشيره أنه ليش هيك رسول الله صلى الله عليه وسلم عم يقبل بهيك شروط، وخصوصا هذا الشرط يعني علامة نقبل أو نرضى الدنية في ديننا. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا عبد الله ورسوله. رب العالمين شو بيأمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعمل. فالصحابة الكرام كلهم سمعا وطاعة، وفعلا تم العقد واتفقوا، وكل أهل قريش راحوا على قريش على مكة، والصحابة رجعوا على المدينة واستقرت الأمور. بأثناء هذيك الأيام في رجل اسمه عتبة بن أسيد، لقبه أبا بصير رضي الله عنه. هذا دخل الإسلام وكان مستضعف وعايش بقريش وعم يتعذب وعم يتعرض للأذى من كفار قريش، وكان حلمه أنه يروح لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعيش معه ويتعلم عن الإسلام أكثر وأكثر. فهو ما كان مطلع وما كان دريان بالضبط أنه اللي بيروح لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بده يرده لقريش. المهم هذا هرب من قريش وطلع ومشي وتعذب كتير بهالصحارى هيك لحتى وصل للمدينة، وصل هيك لمسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دخل عليه وفرحان كتير أنه أخيرا وصل. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعجب منه أنه ما علمت أنه اللي بيجي لعنا بدنا نسلمه، يعني هيك شروط العقد تبع صلح الحديبية. فهو هذا الصحابي مثل انكسر بخاطره أنه معقول يا رسول الله تسلمني لإلهم، هدول بيفتنوني عن ديني، بيقتلوني، بيعذبوني. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أنه نحن بديننا ما عنا غدر، يعني نلتزم بالعهود. وبعد فترة جاء قريشيين من قريش معهم كتاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عم يطالبوا فيه أنه يسلمهم أبو بصير. فهون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مضطر أنه يسلمه ويرجعه لقريش. فهون أنه زعل كتير وحزن أنه هيك يا رسول الله. قال له اصبر واحتسب أمرك لله، الفرج قادم من رب العالمين عليكم أنت وكل المستضعفين من قريش. المهم أخذوا هدول الرجلين وبدهم يودوه لقريش. هو هيك زعلان ومتضايق، شو بده يساوي؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بينه وبين قريش في معاهدة، يعني فعلا ما بيصير تتخالف. المهم هو على الطريق قبل ما يوصلوا لمكة بشوي تعبوا على الطريق اللي معه، فقرروا أنه يريحوا شوي. فهو عم يفكر هيك شلون بده يتخلص منهم، شلون بده يهرب. المهم أنه شاف معه سيف كتير حلو لواحد من الرجلين هدول، فقال له شو هالسيف، والله باينته صارم شغلة كبيرة هذا السيف. فهذا هيك انبسط وصار يمدح له بهذا السيف، قال له هذا السيف صناعة هيك، هذا السيف مواصفاته كيت، هذا السيف عامل فيه هيك وهو يتعجب ويزيده انه عن جد بالله وشو كمان. وهذا يحكي له ويندمج هيك، وهذا يمدح له بهالسيف وكذا. اخر شيء بقى هذا اللي عم يمدح بهالسيف تبعه شافه لابو بصير انه كتير مبهور ومعجب، فقال له اذا بتحب امسكه. فهو هون أول ما مسكه قال أنا هدول يجروني للعذاب والقتل بعد ما أنا هربت منه، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم برأ ذمته، هو سلمني
بس أنا مستحيل سلم حالي لهدون. فأخذ السيف منه هيك ونخخه وقطع له راسه. هذا الثاني اللي معه ارتعب وخاف من المشهد هذا اللي شافه، ركب هالحصان وهرب باتجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد هو ومجموعة من الصحابة، ما لقوا إلا هذا الرجل راكد ومزعور. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فز إنه ماله هذا الرجل مرعوب مزعور. فشافوه فأجا قال لهم إنه صاحبكم قتل صاحبي. ما في بعد شوي كان هذا جاي أبو بصير قال له يا رسول الله، طالع على السيف قال أنا قتلت صاحبه، أنت يا رسول الله برأت ذمتك وسلمتني، لكن أنا تمنعت وما بدي إياهم يسلموني لقريش. أنا هربان على غير مكان، رح أعيش، ما رح أروح على مكة. وعم يشرح له هيك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من شدة تعجبه منه قال له ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال، ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال. فكلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لها أثر بقلبه كتير كبير. المهم هذا رحل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دخل مكة، راح قعد بمكان على طريق تجارة بين مكة والشام، استقر هنيك. المهم هي كلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحادثة هي وصلت لمكة. ومين دري فيها صحابي اسمه أبو جندل. أبو جندل هذا بيكون ابنه لسهيل ابن عمرو يلي كتب عقد صلح الحديبية. كان هذا أبو جندل من المسلمين المؤمنين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان متمني يهاجر مع النبي، لكن أبوه أصر على هذا الشرط أنه اللي بدك حتى لو كان ابني بدك تسلمني إياه. فلما سمع أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قايل عن أبي بصير ويل أمه من مسعر حرب لو كانوا معه رجال، شد هو وعدة رجال مؤمنين لعند أبو بصير واستقروا هنيك. وصار كل يوم الثاني رجل ورا رجل يهربوا ويجوا لعنده، حتى صاروا تقريبا شي 70 واحد. طبعا هذول مؤمنين بالله ورسوله، يعني ما بيعرفوا من الإسلام غير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كتير لسه بيعرفوا عن ديننا وعن الشرع. فعايشين بالبرية، وهن هذول الكفار قليلين بصيرة، يعني الحقد والقرارات نابعة عن حقد دفين، عن تكبر، عن تعنت. فشي طبيعي يكون قصير المدى، ما في بصيرة، لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ علمه من رب العالمين، ورب العالمين مطلع وبيعرف الغيب، بيعرف شو بده يصير. المهم هدول ما كتير يعني بيعرفوا بالإسلام وبكذا، عايشين هيك بدهم ياكلوا ويشربوا. صاروا قطاعين طرق، صاروا أي شخص يطلع من قريش بده يروح على الشام أو بده يسافر أو قافلة جاي من الشام يقتلوا وينهبوا ويسرقوا، ما يتركوا حدا من شرهم. تشريك، وهن كمان عايشين بالصحراء لعب سيوف وتدريبات، صاروا عصابة منظمة، وحوش البراري. المهم هدول مكة ضاقت منهم، يعني لك كتير تعذبت منهم، عم يأذوها. صارت مكة عم تعاني مثل كانوا عايشة بحصار. فراحوا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عم يناشدوه، عم يترجوه انه يلغوا هذا الشرط، وخلص انه بعد كتاب لأبو بصير وأبو جندل خليهم يجوا لعندك ويعيشوا عندك، بس خلصنا من هالمشكلة هي. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم تمام قبلوا، اتفقوا، بعت بكتاب لأبو بصير انه يجي لعنده. ف كان وقتها سيدنا أبو بصير صايبه مرض موت. فأجا أبو جندل عم يقرأ الكتاب لأبو بصير أنه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم يدعوك لحتى تجي لعنده وتعيش. فهون أبو بصير صار يبكي وقبل هذا الكتاب وفرح كتير، وهو عم يقبله قال له أقرأ مني السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفى بعدين، واضطر بعدين انه يدفنوه هنيك، وصلى عليه سيدنا ابو جندل. بعدين اجى هو وهالرجال هيك ورجعوا لعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله موضوع صلح الحديبية بنتعلم منه عبر وحكم كتير. بنصح اي شخص يطلع ويقرأ بتفاصيل صلح الحديبية. انا هي جزء بسيط من احداث صلح الحديبية استفدت منه كتير شغلات وكتير عبر وحكم. واحد العبر انه احيانا يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اجى لاجئ لعنده وسلمه، كتير بتصادفنا بحياتنا العملية انه شخص نحن بنحب الخير، شخص بيطلب منا نعمل الخير، لكن هذا الخير
بناء على تزوير، بناء على شيء غلط، شيء مخالف، لكن لغاية نبيلة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خالف العهد وما غدر، مع أنه فيها روح، فيها إنسان ممكن يتعذب، بيفتنوه عن دينه، يقتلوه، لكن شو قال له؟ اصبر، احتسب أمرك إلى الله، الفرج قادم. وما قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغدر أو يخالف هيك لو شيء بسيط مشان غاية أنه إنقاذ روح. ومنتعلم أنه يلي بيكون دائما مع الله ورسوله ما بيضل، ونظرته ما بتخيب. نحن بشوز شيء مثلا هلأ حاليا شايفينه صح قدامنا أو فرصة، لكن ما بنعرف شو بيطلع آثار بعدين. فكل شيء بحياتنا بنرجع لرب العالمين ولأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رب العالمين هو العليم الخبير. نحن ما لنا مطلعين على الغيب، ما بنعرف شو ممكن يطلع لنا أحداث بالمستقبل. وأي فكر ناتج عن شر، عن كره، عن حقد، عن جبروت قصير المدى وساقط، وما بيعود على الشر، على صاحب الشر إلا بالشر. علينا التبليغ والدعاء، وعلى الله الهداية. طريقنا طريق الفلاح.